نتكلم عن مداخلة الكابتن سامي. كان في تصريح انه لن يبقى الا خريبين وادواردو، واليوم في مع دخلة الهلال قال الحبسي منا وفينا. والله يا اخي وجهة نظر، اذا قلنا وجهة نظر قلتوا متحاملين على سامي يعني والله يعني انا كرئيس نادي حتى ما رحت للنادي، انا متاكد انه ما راح للنادي. يفترض انه تعال اعطونا ملفات اللعيبه، وش عندهم شروط جزائيه، وش بيكلفني وش ما يكلفني، وش قدموا الموسم هذا. يعني الهلال اذا كان بياخذ بطوله بالاجانب هذه وحتغيرهم، من تبغى تجيب ميسي ورونالدو ما مشكله. يعني حتى دوريك ما يستاهل انك تلعب اكثر من المستويات هذه. فاعتقد انه يعني تصريح انا بالنسبه لي مستعجل، يعني يفترض انه على الاقل صبرت شوي، حسبتها مع اعضاء الشرف مع الهيئه اقدر اجيبهم، لانه بيكلفون اذا كان في شروط جزائيه كبيره، وزي ما قال ابو تركي اعارات اللعيبه اللي مستوياتهم تقدر اي نادي ياخذ، ممكن هنا ياخذونه دول الخليج اللي اقل مستوى مالي ياخذون هذا، بس هذول مستوياتهم عاليه اللي انا اشوف. فاعتقد انه تصريح ما توفق فيه سامي، انه انا يفترض انه يصبر. اذا كان هو بيغيره من الحين وتبي تجيب لك، اذا جبت لك 7 على مستوى عالي زي ما سمعنا خلاص، يعني احنا نتمنى ان الهلال ياخذ اسيويه وثانيه عالميه. هذه مي مشكله الهلال، صارت زي ما قال ابو عبد العزيز، صارت مشكله، ما هي مشكله اذا ما اخذت الحين السنه الجايه. واعتقد ان سامي المفروض اذا كان عندك زي ما تقول طموح، ما هي بطموحك بعد الاسيويه. يعني انت قاعد تشتغل مع فريق زي الهلال، وحتى السنه مكلف سنه، حتقدر ان شاء الله تقدر 4 سنوات. حيتغير وجهه نظر الهلال كمؤسسه يعني رياضيه اكثر، مو هو فريق كره قدم. تصريح ما فيه حكمه يعني. انا من ناحيتي مستعجل فيها كثير جدا، انه تغير 5 على طول ما وصلت النادي. هذه انا من وجهه نظري، بغض النظر واقسم بالله انه ما بتحامل بقدر ما هي. زي ما قلت لك انا اخشى على سامي من استعجالك. يعني ذكرت جمل منطقيه. وانا يعني زي ما قلت لك، يعني انت تبي تجيب على مستوى عالي 5، كم يكلف؟ هذا بحد ذاته يبي لك مبلغ كبير. انت عندك لعيبه محترفين ياخذون مبالغ هايله ما شاء الله سعوديين. ايوه المشكله هذا هو، يعني ما هي بمشكلتك بس بالاجانب. فالخمس عقدهم انت بغض انا اقصد انه انت تجلس زي ما قلت مجلس اداره، واقعد شوف نادي المحاسبه، نادي اداره الكره، كم هذا الشرط الجزائي، كم على الاقل اتفق مع اللعيبه انا قبل ما اعلن اني انا والله انا بمشيكم، يمكن يتفقون على قولهم شو اسمه ذا اتفاق حبي اي يعني لا ما حياخذ بطاقته ياخذ، وانا قاعد لي تلقى له كم شهر ما استلم، ولا له مقدمات بعد ما استلمه. ما حد حيستلم وانت فريق يلعب في السعوديه. يفترض انك حسبته والله بيكلف 30 40 مليون وقدر يامنها، وبتامن تجيب افضل منهم وبمبالغ اعلى. صحيح. انا هذه وجهه نظر انه استعجل في يعني ذكر كلام مهم شوط. خليك 45 دقيقه خليه نرد عليك تدفعون الثمن. خالد ذكر كلام مهم. انت تعلن على الهواء وانت ما دخلت النادي، ولا تدري وش ظروف العقود هذه، ولا فتحت الملفات، ولا عندك اي معلومات. بصراحه كلام ابو عبد الله يعني واقعي، وانا اضم صوتي لصوته، حتى لو كان متحامل في الجزئيه الاولى، لكن الجزئيه هذه انا معه حتى لو انه متحامل. كلام واقعي. يعني يفترض انه كان سامي، انا اعتقد ان سامي هذه زله لسان، خلينا نبررها نقول زله لسان، او انه استعجل. يفترض حماس انه قصدك يعني؟ حماس، يعني يفترض انه يعني اخذوا الحماس اكثر من كونه. يعني انا يفترض انه اصلا الحديث عن اللاعبين، انت كرئيس نادي ما هو بوقت الان، انت ما يعني قبل ما تدخل حتى النادي، قبل حتى ما تستلم، يفترض انك ما تقول ذا الكلام. الان سامي يحاول يلملم الزله هذه، بانه والله الحبسي، حتى الحبسي اذا كان في اتفاق جماهيري على مثلا على ميليسي، على رفاز، حتى بن شرقي برغم انه باقي في عقده، وحتى على سيروتي، لكن الحبسي اعتقد انه الرغبه الجماهيريه مياله للابقاء على الحبسي، لكن الاجانب الاخرين هم متفقين فيهم. يعني اي مشجع هلالي ممكن ان يذهب زي ما قال سامي. المعلومه انه طبعا سيروتي باقي في عقده سنه، الهلال باقي في عقده سنه، ابن شرقي باقي في عقده 2 سنين، الحبسي باقي في عقده 2 سنين. يعني ما قدام الهلال اذا هو بيتخلص من هؤلاء اللاعبين الا ببيعهم. وميليسي كم باقي له؟
لا ميليسي اعتقد انه ينتهي. يعني ميليسي من افضل المحاور ينتهي في اوغست. يعني انا بالنسبه ميليسي من هذول افضل المحاور الموجودين في يعني انا اعتقد انه هو تصريح. طبعا انا متاكد انه سامي الجابر اكيد كان يتمنى انه لو الان يعني يتمنى انه ما صرح بهالتصريح، وخاصه انه على الهواء. ايضا اعتقد مثلا نجم مثل الحبسي، يعني انا من وجهه نظر شخصيه والله انا يعني انا اقدر سامي واحبه واقدر علي الحبسي كنجم وكذا، لكني انا ارى مثلا انه سامي في قسوه بالتصريح ذا على الحبسي. يعني ما يمكن انا كلاعب محترف وانت كرئيس مالك ولا 5 ساعات ولا ساعتين في النادي تجي تصرح تقول والله اني بشيل انا ما استغنى عنكم وعلى الهواء. يعني على الهواء يعني هذه ما تختلف عن بعض التغريدات اللي عزل بعض الوزراء ذول بعض رؤساء الدول. يعني ما هي كويسه. يعني من اللائق انه والله يعني على الاقل تعامل. بس انا اعتقد انه والله سامي زي مثل ما طلع الان وقالها لا الحبسي هو ولدنا ومنا وفينا، وقاعد يلملم بعض هذه الاثار التصريح. راجع تصريح راجع تصريحه. واعتقد ان سامي يملك من الذكاء والحكمه، انا مقتنع فيه الى بكره.